السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي الكرام. عندما تكلمنا في التسجيل السابق عن عاشوراء وأننا نفرح بنجاة موسى عليه السلام من فرعون، جاءتنا تعليقات وتعليقات كثيرة من الروافض، واتهمونا بالعمالة للصهاينة المجرمين والأمريكا وكذا وكذا، وقالوا لنا بدل أن تفرحوا لنجاة موسى عليه السلام من فرعون، احزنوا على مقتل الحسين يا نواصب، يا أعداء الحسين، أنتم تفرحون بمقتل الحسين. ومن هذا تقفون مع إسرائيل. بدل أن تتكلم عن الشيعة تكلم عن إسرائيل. لماذا تتكلم عن إيران وتترك إسرائيل؟ لماذا تتكلمون عن إيران وتتركون الصهاينة المجرمين؟ نقول لهم هذه مغالطة. تكلمنا كثيرا قبل الحرب من كل المشارب. الصوفيون كانوا يتكلمون عن الصهاينة المجرمين، يحذرون منهم في المنبر. السلفية كانوا يتكلمون عن الصهاينة المجرمين. فعداوة إسرائيل واضحة لا يختلف عليها اثنان. قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. واضح. أيضا عداوة بني إسرائيل للنبي صلى الله عليه وسلم حيث قاتلهم في غزوة بني النضير وقينقاع وقريظة. فهمنا أن الصهاينة مجرمين، أن الصهاينة مجرمون. فهمنا وعلمنا أن الصهاينة جاءوا من أوروبا واحتلوا فلسطين. هذا أمر واضح من زمان، ونحن نتكلم ونحن نحذر، فلا تزاودوا علينا. نحن نتكلم عن إسرائيل إلى أن جاءت سنة، ونسكت عن إيران، بل كنا نمدح إيران حتى جاءت سنة 2006 وحدثت معركة إيران أو حزب الشيطان في لبنان مع إسرائيل. وقفنا مع إيران وحذرنا من إسرائيل، وصفقنا لحسن زميرة، وصفقنا للمقاومة، وفتحنا بيوتنا للمقاومة. ماذا تريدون أكثر من ذلك؟ هل هذه خيانة؟ نحن وقفنا مع إيران وحذرنا من إسرائيل، وبقينا نحذر من إسرائيل ونتكلم عن إسرائيل. الدكتور البوطي تكلم وقال: يا ليتني كنت إصبعا من أصابع حسن مصليرة لأنه كتب له الجهاد وما كتب لنا. هذا الدكتور البوطي. أيضا غيره من العلماء تكلموا وحذروا عن إسرائيل. طبعا الآن أنا لا أمدح الدكتور البوطي ولا أذم الدكتور البوطي، لكن أنا أعطيكم أمثلة. من مدح إسرائيل؟ يعني أعطني اسم عالم من علمائنا مدح إسرائيل. ما أحد مدح إسرائيل. كنا نصفق لإيران ونحذر من إسرائيل، وأنتم تتهموننا الآن بأننا نسكت عن إسرائيل ونذم إيران. يعني ما هذه المغالطة الغريبة العجيبة الغبية أعزكم الله؟ يعني كيف تنطلي هذه؟ نحن كنا نصفق لإيران، نسكت عن إيران، نمدح إيران. كنا نضع في بيوتنا، طبعا أنا ما وضعتها لكن من جيراننا من أهل السنة كانوا يضعون أعلام حزب اللات، حزب إيران اللبناني، كانوا يضعونه في بيوتنا وفي شوارعنا، وصور حسن زميرة كانت تملأ بيوتنا. هذا بعد 2006 2007 2008 إلى 2010. 2010 ظهرت إيران على حقيقتها، عندما كان يتكلم بعض المشايخ، لا نريد أن نذكر من أي مذهب، كانوا يحذرون من إيران في تلك الفترة. كنا نقول: هؤلاء وهابية، هؤلاء أعداء للإسلام، هؤلاء مع اليهود، كما الآن تتهموننا. والله كنت أتكلم بهذا الكلام، كنت أقول: هؤلاء الوهابية لا يعرفون، يعني يلبسون الناس على الناس. نحن المقاومة المقاومة المقاومة، وأنتم السلفيون بعتم القضية الفلسطينية، تتكلمون عن إيران المجاهدة التي تدافع عن فلسطين وتدافع عن لبنان، والموقف الشريف لهؤلاء. حتى كان عندنا تناقض، يعني كيف بشار الذي كانت حكومته ما تدخل قطعة عسكرية ولا
مؤسسة حكومية وإلا وتسمع فيها سب الله سبحانه وتعالى ودين الإسلام، وترى الكفر البواح في كل مكان. كنا نتعجب، يعني هذا موقف متناقض، جهاد في سبيل الله ومقاومة وكفر في نفس الوقت. لكن هذه هي الزندقة. الزندقة أن تظهر الإسلام وأن تظهر الكفر في نفس الوقت. فيأتي الإنسان ويحتار إذا ما عنده علم. إذا ما عنده علم الفتنة تحتاج إلى علماء. ما عندك علم تراه مؤمن مسلم لأنه يصلي العيد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدافع عن فلسطين، في نفس الوقت كافر، فتقول إذن أنا أرجح إسلامه على كفره. هذه مغالطة، هذه اسمها زندقة. كيف المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فتحكم عليه بالإسلام في الظاهر. أما هنا لا، يظهر النفاق ويظهر الكفر في نفس الوقت. المهم نعود إلى مغالطة هؤلاء الروافض، يتهموننا بالعمالة للصهاينة. لما جاءت سنة 2011 وبدأ النظام بقتالنا وقتل الأبرياء، وقام المجاهدون ليدافعوا عن دينهم وعن وطنهم وعن أولادهم وعن نسائهم، وانشق الشرفاء من الجيش الذي يقتل الأبرياء، وصار ما عندهم خيار إلا أن يدافعوا عن أنفسهم وإلا سيموتون. وهذا موقف شجاعة، هذا مما نتعلمه من الحسين. أنتم تقولون أن الحسين ثار على الظلمة من بني أمية، أليس كذلك؟ تمدحون موقف الحسين رضي الله عنه، رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة هو وأخوه الحسن. لكن أنا أقول يعني كما تقولون، أنتم تمدحون الحسين أنه ثار على بني أمية، أليس كذلك؟ أنهم ظلمة. طيب ونحن ثرنا على الظلمة، لماذا وقفتم مع الظلمة؟ لماذا هنا تقفون مع بشار؟ جئتم بجيوشكم من إيران، جئتم من العراق، جئتم من أفغانستان، جئتم من لبنان، وصرتم تقتلوننا قتلا أشد من قتل اليهود للفلسطينيين. طيب ما هذا بالله عليكم؟ ما هذا؟ يعني أنتم تنتقدون بني أمية لأنهم قتلوا الحسين. طيب ونحن فعلنا ما فعل الحسين رضي الله عنه، لم نقبل بالظلم، لم نقبل بالظلم. لماذا أنتم وقفتم مع الظلمة، وقفتم مع من يسب الله سبحانه وتعالى ويسب الدين ويحارب الإسلام، وأنتم أصلا تكفرون النصيرية؟ يعني كيف وقفتم مع النصيرية ضدنا؟ كيف سمح لكم دينكم بأن تقتلوا الأطفال بالسكاكين، أن تقتلوا النساء؟ أقول لكم لأن هذا دينكم، دينكم يأمركم بهذا، دينكم يأمركم بقتل الأبرياء. لذلك أنتم على باطل يا أيها الروافض، أنتم على باطل. لماذا أنتم على باطل؟ هل تعلمون؟ سأتكلم في التسجيل القادم لكن بسرعة إن شاء الله. أنتم على باطل لأنكم لا تتبعون الكتاب ولا السنة، لا تتبعون القرآن، أنتم تتبعون الدجال الكذاب المسردب في السرداب. أنتم أتباع الدجال. عندما يخرج المسيح الدجال سيتبعه اليهود وسيتبعه الروافض. ما عندهم علم، سيضحك عليهم الدجال كما تضحك عليهم إيران الآن، وكما تضحك عليهم المعممون، كما يضحك عليهم المعممون. الروافض أغبياء لا يعرفون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. دينهم يأمر بسب الصحابة رضي الله عنهم، يأمر بشتم أمهات المؤمنين وقذف السيدة عائشة وحفصة. ما هذا الدين؟ دين إرهاب، دينكم دين إرهاب. فإذا دينكم باطل أيها الروافض. انتهت الآن الشبهة الأولى، أننا نقف مع الصهاينة ونعادي إيران. لا، نحن نعادي الصهاينة ونعادي إيران.